في مرة من المرات قعدت أنا وصاحبي واتكلمنا في موضوع شيق جدا، والموضوع ده هو: هل استمرارية السعي تعني حتمية الوصول ولا لأ؟ كان رأيي إن استمرارية السعي لا تعني حتمية الوصول للمكان اللي أنت عايزه، أما هو كان رأيه إن أنت كل ما تسعى أكيد هتوصل الحاجة اللي أنت عايزها. وفي الموضوع ده بالذات لسه باقي كلام. عندنا قصتين مهمين جدا قبل ما نتكلم في الموضوع لازم نتكلم فيهم. القصة الأولانية هي قصة سيدنا لوط. سيدنا لوط أرسل لقومه عشان بيرتكبوا فاحشة كبيرة جدا، وسيدنا لوط قعد يدعو قومه سنين وسنين، لدرجة إن مراته كانت بتدعم قومه في الفاحشة اللي هما بيعملوها. قعد يسعى سيدنا لوط في إن هو يدعو قومه لسنين وما استجابولوش، لدرجة إن في مرة زارته الملائكة وهم كمان قومه أصروا على الفاحشة. فضل سيدنا لوط يدعوهم ويدعوهم سنين وسنين، وفي النهاية محدش فيهم آمن بدعوته لحد ما انتهت بالنهاية المعروفة. في القصة دي سيدنا لوط سعى وسعى للنهاية، بس هل هو وصل للحاجة اللي هو عايزها وإن هي يهدي قومه ويدعوهم للحاجة الصح؟ ما وصلش. ولكن كان فيها حاجة مهمة جدا، إن سيدنا لوط بقى ذكره لحد النهاردة، وهو وصل فعلا. نتيجة سعيه ما كانتش القوم، نتيجة سعيه كانت لينا احنا، إن احنا في الآخر خالص نفهم العبرة. مش بس كده، في قصة تانية زي قصة سيدنا يونس. سيدنا يونس قعد يدعو قومه 33 سنة. في ال 33 سنة كام واحد آمن؟ 2. انتوا متخيلين ان في 33 سنة حد يقعد يدعو قومه؟ انتوا متخيلين ان في 33 سنة من دعوة قوم معين مفيش غير 2 بس اللي يأمنوا بيك؟ حاجة صعبة. تسعى 33 سنة وفي النهاية ما توصلش للحاجة اللي انت عايزها. فيخرج سيدنا يونس محبط لحد ما تنتهي القصة بالنهاية المعروفة لها. وفي الحقيقة هي القصة بتنتهي بنهاية إن هو بيدخل في بطن الحوت، وفي النهاية هو بيطلع. ولكن هو كان اللي عليه إن هو يسعى، ولما يأس من السعي وخرج يائس من القرية اللي هو كان فيها، كانت النتيجة إن هو كان في بطن الحوت. الفكرة كلها في إن هو سعى بس ما وصلش، وكنا عايزين نفهم من القصة دي حاجة واحدة، والحاجة دي هي إيه؟ إن سعيك المستمر مش معناه دايما إن أنت توصل للحاجة اللي أنت عايزها. ولكن بقيت القصة في حاجة مهمة أوي، وهي إن أنت تسعى وتسيب الباقي. ممكن في الآخر خالص توصل للحاجة اللي أنت عايزها، وممكن لأ. هل بعد كل القصص دي لسه استمرارية السعي تعني حتمية الوصول؟ الفكرة كلها في إن الواحد كل اللي عليه إن هو يسعى ويجتهد ويعمل كل حاجة بإيده. الموضوع محبط إن هو ما يوصلش للحاجة اللي هو عايزها. طيب بالتفكير كده ده شيء محبط جدا، وأنا النهاردة جاي أحبطك. ولكن على العكس تمام، إن أنت رسالتك اللي أنت شايف إن أنت المفروض توصل لها مش شرط تكون دي أحسن رسالة موجودة. فلنفترض قصة ناس كتير قوي معروفة، مثلا أحمد زويل. هل أحمد زويل كان في قصته إن هو عايز يوصل للي هو وصل له؟ لأ، ولكن في النهاية ترتيب ربنا ليه خلاه يوصل لحاجة أحسن بكتير قوي من اللي هو عايزها. هل استمرارية سعي وصلته للحاجة اللي هو عايزها؟ لأ، كان كاتب على باب أوضته دكتور أحمد زويل، ولكن في الآخر خالص وصل لأن هو من أكثر الناس المؤثرة في العالم. مش بس كده، قصص ناس كتير قوي. وده ياخدنا لحتة مهمة قوي وحاجة لازم كلنا نتفق عليها، إن هو مش فكرة الوصول ولا غير الوصول، ولكن سعيك المستمر في إن أنت تسيب أثر وعلامة وحاجة حلوة في كل الناس اللي أنت بتشوفهم وفي الدنيا. ده إذا كان لما القيامة تقوم ولو في إيدك فسيلة تزرعها. فهي دي الفكرة. كان حد في مرة مع أحمد الشجيري بيقول جملة جميلة جدا: إن لم تأتي بجديد إلى الدنيا فأنت عيب عليه.
فكل اللي عليك هو سعيك المستمر، سعيك المستمر في سبيل الوصول لرسالة. الرسالة دي ليها طريق طويل، وفي وسط الطريق الطويل ده انت بتسيب أثر وعلامة حلوة في كل طريق انت ماشي فيه وفي كل حد انت تقابله. كل ده هو اللي يهمك، لكن ما يهمكش أبدا هل وصلت للحاجة اللي انت عايزها ولا لا. ممكن يكون الموضوع محبط، بس في الآخر خالص الرسالة اللي انت لازم تؤمن بيها وتقتنع بيها هي ان انت تسيب أثر حلو في كل الناس، توصل لحاجة حلوة، توصل لان انت تكون سايب أثر حلو في كل الناس اللي انت بتشوفهم وبتعدي عليهم. هي دي الحاجة المهمة. الوصول لهدفك شيء مهم، وأكيد كلنا عايزين نوصل لأهدافنا، ولكن مش دايما الهدف اللي احنا حاطينه لنفسنا هو الهدف الأحسن لينا. الطريق اللي انت ماشي فيه انت فاكر ان هو أحسن طريق ليك، بس في الحقيقة وبحسبة تانية خالص في طريق أحسن مليون مرة من الطريق اللي انت ماشي فيه. صدقني هتمشي في طريق وانت فاكر ان انت لازم توصل، ما انت سعيت وعملت اللي عليك، ولكن في النهاية هتمشي في طريق تاني وتوصل ممكن للحاجة اللي انت عايزها لو هي الأنسب ليك، وممكن توصل لحاجة تانية. ولكن يبقى المهم هو الوصول لقلوب الناس، الوصول لحاجة كويسة، الوصول لان انت تكون شخص مؤثر بتجيب حاجة جديدة وبتضيف حاجة جديدة للدنيا اللي انت عايش فيها. وده هو المهم، وفي الدنيا أكيد لسه باقي كلام.